حقا في تلك الأيام، والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟ هل حدثت هذه الأحدوثة حقا في تلك الأيام؟ والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟ الراوي قد يلبس عصرا أثوابا من عصر آخر، قد يدعو زيدا عمرا ويعيد خير قناع الشر. الراوي قد يلبس عصرا أثوابا من عصر آخر، قد يدعو زيدا عمرا ويعيد خير قناع الشر. الأميرة زهراء مولاي الملك يريدك الآن. نعم يا أبي. الأمير زيد ابن الملك زيدان يطلب يدك. لكنني صغيرة يا أبي. إن الملك زيدان صديقي ولا أستطيع أن أرفض طلبه. أمرك يا أبي. يا قوم يا قوم يا قوم، أعلن الملك خطوبة ابنته على الأمير زيد. يا قوم يا قوم يا قوم. ابنتي لقد سمعت حارس الملك عبد الله يعلن عن زواج ابنته مع ابن الملك زيدان. حقا يا أمي؟ نعم يا ابنتي. لا يجوز أن يصبح هذا وأنت موجودة. سأفعل شيئا من أجل أن يكون الأمير من نصيبك. أرجوك يا أمي، افعل شيئا لكي يكون ابن الملك من نصيبي. حسنا يا ابنتي، سوف نفعل شيئا من أجلك. حسنا، سوف أحولك إلى ابنة الملك، وسوف أحول ابنة الملك إلى فتاة بشعة لتزوجك الأمير. وكيف يا أمي؟ يا ابنتي، سوف نعد بعضا من المواد السحرية التي لدي لتصبح ابنة الملك البشعة وأنت الجميلة، وتزوجك الأمير. حسنا يا عمي. حسنا، سوف أحضر بعضا من المواد. هذه هي المواد التي سنحتاجها. وماذا ستفعلين يا أمي؟ حسنا، سأخبرك. والآن سوف نقرأ عليها. أيها الماء السحرية، حول ابنتي إلى فتاة جميلة ليتزوجها الأمير، وحول ابنة الملك إلى فتاة بشعة. هيا يا ماء السحري، هيا يا ماء السحري. العزيزة، هل يا ترى الأميرة تحولت إلى فتاة بشعة؟ بالطبع يا بنيتي، أنت تحولت إلى فتاة جميلة جدا، وبالطبع هي تحولت إلى فتاة بشعة. سوف ننتظر ليرفض الأميرة ويطلب يدك. حسنا يا عمي.
ماذا حصل لك؟ انسى يا أمي، ماذا حصل لي؟ كيف حولت هكذا؟ كيف أصبحت هكذا؟ لا أعلم يا أبي. فجأة تحولت إلى فتاة بشعة. ماذا سنفعل الآن وغدا سيأتي الأمير؟ لا أعلم يا أبي، اجد لي حلا. مولاي الملك، لقد أتى الأمير. دعه يتفضل. السلام على مولانا الملك. وعليكم السلام. مولاي الملك، لقد أتيت لأطلب يد ابنتك. غلام، أخبر الأمير أن تأتي إلي حالا. أمرك مولاي. هذه هي ابنة الأميرة. ما هذا؟ سوف أخبرك القصة الكاملة. تفضل. هذه هي القصة الكاملة. نعم، لقد فهمت القصة. سوف أنقذ الأميرة. إياك وثم إياك أن تسكبي من هذا الماء، وإلا سوف تتحولي من جميلة إلى بشعة، وسوف تتحول ابنة الملك إلى جميلة. هل فهمت يا ابنتي؟ احذري من أن تسكبي من هذا الماء. نعم يا أمي، أنا متحمسة جدا لرؤية الملك. حسنا يا بنيتي، سوف أذهب لأحضر بعضا من الطعام، وأنا أريد أن أذهب معك. هيا تعالي معي. لقد عدت جميلة. نعم يا أبي. لقد أحسن الأمير فعله. ماذا حصل لك يا بنيتي؟ ما حصل يا عمي؟ لقد كنت بشعة. ماذا حصل لك؟ هيا نذهب إلى المنزل. ماذا حصل؟ أين الماء؟ أين الماء؟ أين ذهب الماء؟ لهذا أنت بشعة. من أخذ الماء؟ والآن الأميرة أصبحت جميلة. من فعل هذا يا ترى؟ السلام على مولانا الملك. وعليكم السلام. لقد أحسنت الفعل أيها الأمير. شكرا لك، كل ما فعلته لأجل الأميرة. الأميرة لك. حدثت هذه الأحداث حقا في تلك الأيام، والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟ هل حدثت هذه الأحداث حقا في تلك الأيام، والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم